السلام عليكم، ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. النهارده مهم ماده الماليه. طبعا المهم ده هو اللي بيتكرر في سنين كتير والدكاتره دايما بتاكد عليه، فيعتبر دي ماده امتياز. تمام. اول حاجه تكلم عن مفهوم الضريبه. ده مهم جدا جدا. انا هقول س رقم كام في مذكرات ريت عشان الناس ما تتوهش مني. ده س 4. تكلم عن مبادئ فرض الضريبة س 6 في مذكرات ريت. تكلم عن معايير خضوع الشخص للضريبة س 7. تكلم عن أساليب اختيار المادة الخاضعة للضريبة س 8. تكلم عن أساليب فرض الضريبة س 9. تكلم عن معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة س 10. تكلم عن مزايا وعيوب الضرائب المباشرة وغير المباشرة س 11. تكلم عن مفهوم الدخل من الوجهة الضريبية في ضوء نظريتي المنبع. مهم جدا جدا جدا. س 12. سؤال كده بيقول: هل كل دخل يخضع للضريبة أو هو حالات الإعفاء من الضريبة؟ س 13. تكلم عن أنواع ضرائب الدخل. س 17. تكلم عن ماهية الضريبة على رأس المال موضحة مزاياها. س 18. تكلم عن أنواع الضرائب على رأس المال. س 19. ده مهم جدا. تكلم عن ماهية الضريبة الجمركية ووعائها وسعرها وأنواعها. مهم جدا، إن شاء الله هيكون متواجد. س 21 في مذكرات ريت. اشرح طرق التقدير ووعاء الضريبة. مهم جدا جدا. س 22. اشرح التهرب الضريبي. س 27. تعريف الرسم وعناصره والنتائج المترتبة عليه. س 28. تكلم عن قانونية الرسم وطرق تحصيله. س 29. وضح الفرق بين الرسم وغيره من مصادر الإيرادات الأخرى. مهم جدا من هنا للصبح. ده س 30 في مذكرات ريت. تكلم عن مفهوم النفقات العامة وعناصرها. س 31. تكلم عن الأسباب الحقيقية والظاهرية لتزايد النفقات العامة. مهم جدا. س 34. ده بالنسبة للمهم إن شاء الله. طبعا ده غير التوقعات اللي بتبقى في آخر الترم إن شاء الله. أشوفكم دايما في كل مادة على خير يا رب. لو احتجتوا أي حاجة تواصلوا معايا بوسائل الاتصالات المعروفة عندكم. أشوفكم على خير. سلام.